السلام عليكم بنات. اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم القطبان مع المرافقات ديالو. نزور عند طلب الاخوات على انستغرام. اول حاجه غنبدا بالقطبان. خديت قطعه ديال اللحم، ضفت عليهم البصله، الربيع، البزار، سكينجبير، التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر حبوب يابس، الخرقوم مليحه، وشويه ديال الزيت. صافي كنحرك العناصر، كنخليهم هكا يتشربوا العطريه واحد المده ديال ساعه ولا ساعتين على حسب الوقت. غندوزو المقبله الاولى اللي هي الفلافل المشرملين، فلافل الوان اللي درتهم في اير فراير، دهنتهم غير بشويه ديال الزيت. كنضيف شويه ديال الثومه في المقلاه فيها الزيت، وكنضيف المليحه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون، غير راس معلقه ديال الكمون. صافي كنحرك كلشي. تقدروا كاع ما تشحروهم، انا كتعجبني الثومه نشحرها. تقدروا غير تحطوهم هكا تحركوهم وصافي، وهما كيكونوا واجدين. ساهله ماهله صراحه، كتوجد وكتجي زوينه بزاف. دابا غندوزو لتحضير الزعلوك اكسبريس، كيوجد بسرعه في الكوكوط. بالنسبه للزعلوك غادي نحتاج الدنجال، الفلفله خضراء ولا حمراء من الاحسن الا توفرات. عندي المطيشه، درت الربيع والمعدنوس او القزبر والمعدنوس، درت التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون والهريسه ولا السودانيه، تقدروا تستعملوا السودانيه. صافي كنسد عليها وكنحطها فوق النار المده ديال 10 دقائق، يعني من بعد ما كتصفى كنحسب ليها 10 ديال الدقائق على عافيه متوسطه. هنا كنحل عليها كيشتو، كيكون باقي فيها شويه الماء في الاول. صافي كنخليها فوق النار وكنبقى مع التحريك حتى تعقد ليا ديك الزعلوك ديالي، حتى كيعقد. كنبقى نحرك وكنزيد هنا شويه ديال زيت الزيتون. كتعرفوا الزعلوك تيبغي زيت الزيتون. هنا القطيبات ديالنا بعد ما ترقدوا تقريبا واحد ساعتين انا خليتهم، كيجيو زوينين صراحه فاش كيترقدوا. صافي المقبلات ديالنا حتى هما واجدين صراحه. هاد المقبلات كيوجدوا بسرعه وكيتناسبوا وكيتوالموا بزاف مع المشاوي. هنا كنضيف شويه ديال زيت الزيتون فوق من الفلافل، والزعلوك اكسبريس اللي كما قلت لكم كيوجد بسرعه. القطيبات ديالي هما واجدين. نتمنى الوصفه اليوم تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك وتشتركوا في القناه الا اول مره تشوفوها. خليكم على خير، نقول لكم السلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.